تشرع يعني تشريعات على مقاس هي اللي عارفه شنو هو هذا المقاس، وهذا السؤال في حقيقه مازال ما عندناش ليه جواب ديال من كتشرعوا اصلا. في اقل من 3 أيام كنخلقوا مقاوله في بلادنا. الوزير، هذه الاجابات الورديه كنسمعوها غير عندكم في الحكومه للاسف. هاد 3 ايام اللي تكلمت عليها ما كايناش، يمكن كاينه في شي بلاد اخر من غير المغرب ولا لا. تكلمتي قلتي 3 ايام بعد رجعتي 7 ايام. يمكن شي مستثمر في اي بي يمكن السيرتيفيكا نيجاتيف 24 ساعه حتى 48 ساعه. هذه اول اجراء، لا بروميير ايتاب انشاء مقاوله. جميع المقاولين حتى الاتحاد العام للمقاولات كيقول بلي ان العائق الاساسي هو هذا التاخير في انجاز المشاريع، خصوصا اي نشاط، انشاء اي نشاط اقتصادي او تجاري والحصول على التراخيص هل تتم انشاء اي مقاوله على الاقل، وكنتحداك سيد الوزير على الاقل شهر على الاقل، الا عندك شي باك صاحبي. الرقمنه، اغلب المواقع الحكوميه هي خارج الخدمه، باش تعمل الرقمنه وكذلك باش توصل الوثائق الورقيه بيدك. اذا علاش الرقمنه؟ بالنسبه للاستقبال كتمشي للوزاره كاين دي باغيير، فين ماشي اري لا كارت ناسيونال ديالك وعادي من ماشي، على اساس ان المواطن خصو يعرف اي مصلحه شكون اللي هو تما، خصو يعطي الاسم عاد يدخل لاي وزاره. فما نجيوش عافاكم نقولوا شي اشياء اللي غير موجوده في الاداره المغربيه. هادشي واقع، ونمشي انا بيدي رجلي ورجلك السيد الوزير ونشوفوا هادشي هذا. فما نجيوش هنا لهاد القبه نبداو نقولوا كل شيء في 3 ايام انشاء مقاوله. وانا الشيطان دابا نعملوا مقاوله انا وانت، غدا انا وانت انشاء مقاوله، بحال انت وزير غدوز لك 6 ساعات. ما كايناش 3 ايام السيد الوزير. سيد وزير سيد وزير ما كيدويش على المغاربه. شكرا. لا اذا سمحتوا شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ هل من تعقيب اضافي؟ قطعنا سيد النائب. تفضل سيد النائب. رئيس، مع كل تقديرنا لكم في تسيير ورئاسة شؤون هذه الجلسة، لا يحق للسيد الوزير وإن يكن أن يقاطع السيد النائب وأثناء تدخلها، ولا يحق أن يعلق بتلك الطريقة أبدا. السيد الرئيس، ينبغي أن تسهروا على احترام النظام الداخلي وأن يحترم السيد الوزير النظام الداخلي. وشكرا. السيد الرئيس والسيد النائب، أنا قاطعت السيد الوزير وبالفعل قلت له اللي ما عندوش الحق صافي، وامتثل بطبيعة الحال أوامر الرئاسة. لا شكرا. بداية لا بد من الإشادة بقرار المحكمة الدستورية الأخير بخصوص مشروع القانون 0926 اللي كان انتصار حقيقي لروح وفلسفة الدستور، وكنسجلوا بكل أسف أن الحكومة ما استوعبتش العمق ديال هذا القرار وحاولت تكتفي بملائمة شكلية وتقنية بسيطة خلت النص بعيد كل البعد على المستوى اللي كيطمح ليه الجسم الصحفي في بلادنا. ونظرا لضيق الحيز الزمني بخصوص المناقشة وبعجالة، هذه هي الأمور اللي كنرفضوها في هذا مشروع القانون. أولا كنستغربوا كيفاش تم إقصاء النقابات المهنية كجهات ممثلة وحاضنة للصحفيين من تركيبة المجلس، وهذه السرعة في تمرير القانون ماشي مبرر نهائيا باش نقفزوا على فتح نقاش حقيقي وموسع مع المهنيين لتجويد النص. ثانيا كنرفضوا حصر إحالة نسخة من التقرير السنوي لوضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وعن أوضاع الصحافة والصحفيين ببلادنا لرئيس الحكومة فقط، وكنطالبوا بالإحالة ديالو على البرلمان باش يتناقش بكل شفافية قدام ممثلي الأمة، لا سيما في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، باش ما يتمش تغييب الدور التشريعي في هذا الباب. ثالثا علاش الصحفيين يدوزوا بالانتخاب والناشرين يدوزوا بالانتداب؟ هذا التراجع على الخيار الديمقراطي كيضرب مبدأ تكافؤ الفرص اللي أكد عليه القضاء الدستوري. لهذا المعايير خاصها تكون موحدة للجميع ويتم إقرار الانتخاب سواء للصحفيين وكذا الناشرين تكريسا للديمقراطية. ونرفض الاعتماد على رقم المعاملات السنوي كمعيار للهيئة الناخبة، هذا المقتضى فيه تكريس لمنطق تغول المالي وكيهدد التعدديه اللي كيخلي المؤسسات الكبرى اللي تسيطر في المقابل تهميش المقاولات الصغرى والناشئه. السيد الوزير، بناء على هذه الملاحظات الجوهريه وانتصارا لكرامات الصحفي واستقلاليه المؤسسات وتصديا للاقصاء الممنهج للنقابات المهنيه، نعلن رفضنا القاطع للتصويت على هذا المشروع القانون. شكرا سيدة النائبه. سيد الوزير المحترم، واحد الظاهره عفاك فين ما كانت شي حاجه عندها علاقه بالهويه بالتراث بالذاكره والتاريخ الممتد عبر قرون تتحاولوا تطمسوها. واش عارفين شنو كتعني الصناعه بالنسبه للمدن العتيقه في فاس على وجه الخصوص وبالنسبه للزليج تحديدا، واللي كتقتلوا فيه بدم بارد بسبب المكننه بسبب التراخيص العشوائيه وتصدير الماده الخام واستغلال اصحاب الشكاره خارج القانون، تيقطعوا ويلصقوا في اماكن معروفه للاسف بدون مراقبه ولا محاسبه. فين هو الدعم ديال الصنايعيه؟ فين هو استكمال ورش التغطيه الصحيه؟ فين هي مخرجات اليوم الدراسي 19 جانبي؟ انكم كتمشيو تعمروا الشهرج بالهضره وتعمروا الكفر بالهدايا وتزيدوا مع راساتكم تاركين وراءكم المآسي وكتقضيوا للاسف على مصدر رزق شريحه واسعه من
شكرا. ونحن نناقش اليوم النسخة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يعني نقول أنه كان من المفروض أن تكون فرصة لتصحيح الاختلالات، خاصة ما يتعلق بحرية الصحافة ومبدأ التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تعددية حقيقية. كان أكدوا السيد الوزير أيضا أن حرية الصحافة لا تدار بمنطق الوصاية ولا تبنى عبر قوانين تفصل بعيدا عن الجسم الصحفي، ولا يمكن أن نناقش اليوم قانونا يفترض أنه يؤطر الصحافة ويحمي حرية التعبير في وقت نتابع فيه ممارسات مقلقة تؤشر على تراجع منسوب الحريات، ما وقع مؤخرا في المعرض الدولي للنشر وما رافقه من منع لنشطاء فاعلين من الولوج يبعث برسالة سلبية للرأي العام ويطرح سؤالا واضحا: أي معنى لحديث الحكومة عن حرية التعبير إذا كان الفضاء الثقافي نفسه يدار بمنطق المنع والإقصاء؟ السيد الوزير، المشروع قوبل منذ البداية برفض واسع من طرف عدد كبير من المهنيين والفاعلين داخل القطاع، وصدرت بشأنه مواقف واضحة من هيئات ونقابات صحفية، لكن الحكومة اختارت مرة أخرى تجاهل هذا الرفض وواصلت منطق فرض الأمر الواقع بدل بناء توافق مهني حقيقي. الأخطر من ذلك أن المشروع يتجه نحو إقصاء فئات عديدة أو تقليص حضورها داخل مؤسسة يفترض أنها تمثل الجسم الصحفي بكامله، وبالتالي احنا اليوم أمام مجلس يعاد تشكيله بطريقة تطرح شكوك جدية حول التوازن داخله وحول شرعيته الديمقراطية، خصوصا مع شروط الانتخاب والتمثيلية التي قد تؤدي إلى تكريس هيمنة فئة معينة وإقصاء فئات واسعة من الصحفيين. التخوف الأكبر هو أن تتحول صلاحيات المجلس وخاصة التأديبية إلى مدخل لتقييد حرية الصحافة بشكل غير مباشر، وعليه سنصوت بالرفض. شكرا سيدة النائبة. أولا بداية لا بد من التنويه بعمل المعارضة البرلمانية، البرلمان ومجلس المستشارين الذي مكن من إحالة مشروع 026/25 على المحكمة الدستورية، ونحن اليوم أمام قانون جديد كان يفترض تصحيح المقاربة والشكل والمضمون واحترام التنظيم الذاتي للمهنة وليس فقط روتوشات طفيفة ورفض جل التعديلات. ثانيا كما نستغل مناسبة النقاش لنسائلكم خاصة بعد تسجيل الكارثة الاجتماعية لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية الفاقدة للشرعية، وخاصة القراءات التي صاحبت لو بوتي مو وخطورته على عدم احترام مبدأ فصل السلطات، نسائلكم لماذا لم تتحمل الجهات المسؤولة عن التعيين مسؤوليتها، حيث لم يطل لجنة التأديب أي تأديب، مما زاد من صدمة المغاربة وتخوفهم من التآمر التشريعي وفقدانهم الثقة في المؤسسات. ثالثا ولهذا وأمام التغول التشريعي للحكومة والتسريع الذي لا مبرر له سوى تمرير القوانين وفقا لأهداف غير معلنة دون استيفاء شروط الإشراك الواسع والدراسة العميقة وضرورة الأخذ بملاحظات المؤسسات الدستورية وتطلعات الهيئات النقابية ليتم إخراج قانون يحترم التنظيم الذاتي للمهنة التي تقوم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحفي وضبط آليات التمثيل والانتخاب بشكل ديمقراطي واحترام وحماية حرية التعبير والرأي وضبط الأثر الإيجابي المرتقب على قطاع الصحافة والنشر والمهنيين العاملين به، خاصة في زمن التحكم الأوليغارشي المهيمنة على الإعلام الذي لم يعد سلطة بل صوت متحكم فيه موجه ضد حرية التعبير والرأي، خاصة مع تطور الذكاء الرقمي. ولهذا نقول يجب التنصيص على عدم متابعة الصحفيين بمقتضيات القانون الجنائي في إطار ممارستهم لمهنتهم شكرا السيدة النائبة المحترمة. بلادنا عرفت هذا العام أمطار الخير وعمرات السدود والحمد لله، ومع ذلك كاين واحد المفارقة عجيبة، نجد مناطق فيها الشتاء وفيها السدود ولكن الناس ما عندهمش الماء اللي يشربوا، بحال اللي واقع عندنا في دائرة غفساي بإقليم تونات اللي كتطلع على أكبر سد الوحدة، حيث أن 12 جماعة بمراكزها وبثانوياتها ومدارسها ودور الطلبة وغيرها من المؤسسات لا تحظى مع الأسف بالربط الفردي، ورغم كل الملتمسات اللي درنا باقي المرافق عمومية أساسية وباقي الأسر كيستعملوا فقط السقايات، ولا كان حتى هما فيهم اصلا الماء اصلا، وكاينين اللي ما عندهمش حتى دوك السقايات. السيد الوزير كنقولوا لكم راه غير كافي تعبئه المياه، بل خاص ضمان الاثر من خلال الربط الفردي لكافه جماعات بالماء الصالح للشرب، وهذا هو اساس العداله المجاليه اللي نادى بها صاحب الجلاله. وشكرا. السيدة الوزيرة، الكهرباء قطاع مهم وحيوي وكيلمس الحياة ديال المواطنين كلهم في المكان وفي القرية وفي البادية وفي الجبل وفي المدينة. بلادنا مشات بعيد، 2014 وصلنا في 99% ديال هذه الكهرباء في العالم القروي، ولكن السيدة الوزيرة اليوم كان خصنا نعيشوا الرفاه ونعيشوا التنمية في هذا العالم القروي والجبلي. ولكن مع ذلك السيد الوزيرة كنطرح عليك السؤال، هذا القطاع ديال الكهرباء فيه صفقات ضخمة مغلقة موجهة، من يستحوذ على هذه الصفقات؟ فينا هي المنافسة والشفافية؟ فينا هي المناير الموجهة للصيانة؟
فينا هما المواطنين في صلب وفي عين هذه الحكومة. فينا هو الوقت، في الوقت اللي كتحدث فيه الحكومة على التعميم ما زال آلاف ديال الناس خارج هذا الربط، وما زالت ساكنة العالم القروي كتعيش في الظلام، كتعاني من ارتفاعات مهولة غير مفهومة. السيدة الوزيرة، فينا هو التكافؤ بين الاستهلاك والأداء؟ نعم لي زيسيغام جاو مزيان، ولكن راه جاو بالعافية. راه الناس كتجيهم 7000 درهم 5000 درهم 1000 درهم، هادو راه حتى 500 درهم عليهم، راه ما كتوصلهمش، ما كياخذوهاش في الأجر. السيدة الوزيرة، راه خصنا نشوفوا المعاناة ديال الناس في العالم القروي والعالم الجبلي. ثم هاد بيرغ اللي قلتي السيدة الوزيرة راه في إشكالات، جماعات كتربط وكتوسع وكيجي المكتب كيستخلص، ولا المكتب كيقول اودي تجمعوا 200 وكثر باش تربطوا، وبعد ذلك ما كيحفزش هاد الناس باش يحيد لهم الرسوم. من يراقب السيدة الوزيرة؟ هذا القطاع ديالكم السيدة الوزيرة، كنتظروا منكم انكم تشوفوا هاد المعاناه، الانقطاعات المتكرره والطويله، البنيه التحتيه المهترئه، الاسلاك محاوله تحترق واسلاك متساقطه، الدراري كيموتوا ديال المدرسه كيطيحوا عليهم الاعمده. السيدة الوزيرة، خص شي واحد يكون مسؤول وخص شي واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. هادو راه المواطنين، هادو راه حياه المواطنين، هاد الناس راه خصهم يكونوا في صلب السياسه العموميه ديال هاد الحكومه. امتى غادي تحسوا بهم؟ راه الناس راه عيات. السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة، لقد عجزتم في تحويل الحق في الكهرباء من مجرد ربط شكليهش الى خدمه عموميه امنه مستقره منصفه ومستدامه. واش هاد السكنه العالم القروي غتبقى عايشه في الظلام؟ السيدة الوزيرة، الظلام واحد. شكرا. هل من تعقيب؟ السيدة الوزيرة، سؤالنا عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالعالم القروي. السيدة الوزيرة، لا تزال العديد من المناطق والمداشر القروية الهامشية تعاني الويلات من الانقطاعات المتكررة للكهرباء دون إشعار أو سابق إنذار، وكمثال على ذلك ما يعرفه إقليم تطوان وبالأخص جماعة بني سعيد الذي يعاني جل دواوين